هذا الرجال اللي قدامك في الصورة هو أحمد الزويكي، شاب يمني دافع على عرضه ودافع على شرفه ودافع على أخته، وقام بالواجب اللي كان من المفروض تقوم فيه الحكومة. وهذا الرجال اللي قدامك في الصورة هو عبد الله الأشول اللي فعل هذه الجريمة، اللي قام بضرب فاطمة الزويكي وقام بالاعتداء عليها واغتصابها. وهذه الصورة مرت علينا في الشاشة اليمنية والمسلسلات اليمنية. نعم، عبد الله الأشول شارك في الكثير من المسلسلات اليمنية، من ضمنها مسلسل الصهير صابر ومسلسل الدلال وغيرها من المسلسلات والمهرجانات. فعبد الله الأشول فنان يمني ومشهور في الشاشة اليمنية، وكذلك رسام عنده الكثير من الفنون والمهارات، ولكن ما عنده رحمة ولا عنده إنسانية. بالرغم من هذا المهارات اللي عنده، لكنه قام بالاعتداء على الطفلة المعاقة المسكينة فاطمة الزويكي، وقام بانتهاك عرضها والاعتداء عليها واغتصابها. ولا نتعجب لما نشوف بعض المشاهير اليمنيين ما تكلموا في هذه القضية، لأن عبد الله الأشول رفيقهم وصديقهم في المسلسلات